هاي، ازيكم؟ وحشتوني. وجاي النهارده اكلمكم في حاجه اتسالت عليها على القناه دي قد ما اتسالت على الميك اب بتاعي اللي انا مش حاطاه النهارده. والسؤال هو: روناء، طولتي شعرك ازاي؟ انا مين؟ انا روناء. لو ما عنديش اخت كبيره اعتبريني انا اختك الكبيره، كده كده بعتبر كل واحده فيكم اختي وصاحبتي. الحقيقه موضوع التطويل ده جه بسبب ان انا قعدت سنتين تقريبا او اكتر بقص شعري لحد هنا، يعني اكيد انتوا شفتوني الاول. فكنت مهووسه جدا بالشعر القصير بعد ما كان شعري طويل. وبعدين فجأة قررت ان انا خلاص هسيبه، بس ما كنتش في بالي ان هو يطول بسرعة قوي، يعني كنت معتمدة على ان هو يطول بطريقة طبيعية. فالمهم وانا يعني بقلب كده على السوشيال ميديا ساعات الاقي ناس بيتكلموا عن قد ايه السبرايز بتاعت الشعر مهمة جدا، ودي زي الايه السماد بتاع الشعر لو انا عايزة شعري يتقل وكده. فانا بصراحة كنت بعتمد بس على ان انا اخد مكملات غذائية بسيطة جدا مش مخصصة للشعر وعلى الزيوت، واكتشفت ان دي عوامل مساعدة مش الحاجات الاساسية اللي هتخلي شعري يتقل. فقررت ان انا انتقل من مرحله الزيوت والحاجات الطبيعيه وان انا اعتمد على ان شعري يطول لوحده او انه يتقل لوحده، لان ما كانش في بالي موضوع التطويل. فقررت ان انا اجيب اول حاجه وهي مجموعه فيشي ديركوس اللي هي فيها السبراي ده. انا جبت المجموعه اللي هي فيها كونديشنر وشامبو، بلسم وشامبو، علشان ابقى يعني ايه عملت اللي عليا والزياده. الحقيقه ان الشامبو والبلسم ما حسيتش تاثير يعني رهيب فيهم صراحه، في ناس بتشكر فيهم قوي، انا عادي. ولكن ده لاحظت منه حاجه، لاحظت منه ان هو مش بيوقف تساقط، ومش بيتقل الشعر، ان هو بيطلع بيبي هير. الحقيقه ان هو بيطول الشعر فعلا، حتى هو مرسوم على العلبه كده علامه زي علامه المسطره، وهي فعلا هو فعلا بيطول الشعر بسرعه. ده لاحظته جدا ما شاء الله. ولاحظت ان الشعرايه كانت سميكه قوي لدرجه ان هي خشنت، يعني لدرجه انا لما كنت بعمل شعري كنت بحس ان هو بيتعبني وانا بعمله، وانا مش متعوده على ان شعرايتي تبقى تخينه كده. فده السبب بصراحه اللي خلاني ما اكملش عليه. اولا ما طلعش بيبي هير، سمك الشعرايه نفسها كانه عامل الشعر ميك اب. مجرد ما وقفته الشعر رجع ناحف تاني. يعني بتهيألي لو فكرت في حياتي استخدمه تاني مثلا هيبقى عندي مناسبة عايزة تقل شعري، هو فعلا بيعمل كأنه ميك اب للشعر أو حاجة مؤقتة، لاش اكستنشن مثلا كده يعني. فوقفته. وبعدين عملت سيرش رهيب بقى، وقعدت ادور ايه اكتر نوع يعني انا كل اللي في بالي برضو التتقيل، ولكن الحاجات اللي انا استخدمتها دي هي اللي خلت شعري ما شاء الله يطول ما شاء الله يعني. نقول ما شاء الله يا جماعه. ربنا يبارك لي فيه، واي واحده فيكم ان شاء الله تستخدم الروتين ده يجيب نتيجه معاها تحفه ان شاء الله. فزي ما قلت لكم دورت كتير بقى عشان اوصل في النهايه لهذا الرائع اللي هو سورسير. اولا انا لقيت نفسي تايهه وسط الانواع المصري ووسط الانواع المستورده، وايه اللي بيتقل الشعر وايه. وبصراحه بعد ما استخدمت فيشي حسيت لا يا جماعه انا عايزه حاجه تطلع شعر مش بس تسمك الشعرايه بشكل مؤقت او كده. فقعدت ادور لقيت ان انا عندي مشكله شويه ان التساقط عندي وراثي، يعني انا مشكلتي في هرمون اسمه دي اتش تي. فقعدت ادور ايه الحاجه اللي فيها مثبطات للهرمون ده. لقيت طبعا المينوكسيديل، بس المينوكسيديل اصلا انا بستخدمه من زمان، يعني ايام ما كان شعري خفيف كنت بستخدمه، لو كان شعري قصير كنت بستخدمه، مش بيساعد الشعر يطول بسرعه على حاجه، فهو مش سحر يعني. ولكن لقيت ان ده هو انسب حاجه، وكان سعره ما بين الحاجات هو سعره غالي جدا تمام، بس هو بيقعد كتير شويه عشان كميه. بس ما بين الحاجات اللي هي انا سمعت ارقام اللي هو ضعف ثمن ده مثلا، وارقام تانية اللي هي اقل من ده بكتير بس ما بتجيبش نفس او نص سعر ده مثلا بس ما بتجيبش نفس التاثير. فقررت وربنا هداني ان انا اجيب ده. استخدمت اول ازازه، لقيت ما شاء الله ما شاء الله الشعر بيطول. لقيت ان انا عارفين الشعر هيبقى زي ايه شعر البطه اللي بيبقى طالع كده، ده لقيت منه على خفيف قوي. وزي ما قلت لكم انا اصلا عندي تساقط وراثي، فاي حد هيبقى شعره طبيعي او ما عندوش التساقط الوراثي ده الحاجات دي هتجيب معاه نتيجه احسن مني بكتير. ودي ما شاء الله تاني ازازه استخدمه. كل ما اقول سعره غالي طب استخدم حاجه بداله برجع
اشتريه دي تاني مره، الله اعلم هشتريه التالتة ولا يعني ممكن اجرب حاجه تانية، يمكن حاجه تانية ارخص تبقى جايبه نتيجه. برضو التجربه فيها فايده بصراحه. ولكن لاحظت حاجه كمان، ان هو بينعم الشعر عكس فيشي ان هو كان بيسمك الشعرايه لدرجه ان احس انها بتخشن. ده مش بيسمك الشعرايه اللي هي السماكه الفيك دي، ولكن بينعم الشعر، تحس بيعمل كونديشننج للشعر كده. طبعا بيستخدم ازاي؟ هو ليه كده، ليه اللي هي الفتحه الصغيره دي بتمشوا بيها على فروه الراس، وبعدين بتفركوا فروه الراس قبل ما تناموا. هو بيقولوا بيستخدم مرتين في اليوم، بس انا بصراحه مش غاويه تلزيق، ما بستخدموش مرتين في اليوم. طيب بالنسبه بقى لفروه الراس، لو انا فروه راسي مش نظيفه، لو انا فروه راسي فيها بيلد ابس او فيها الحاجات اللي هي بتسد بقى الدهون الثقيله اللي بتسد البصيلات او الحاجات دي، هتاثر اصلا على طول الشعر، هتاثر على تساقط الشعر، فمش هعرف اطول شعري وهو ضعيف قوي وهفتان وهزيل. يعني الحقيقه ان انا الفتره اللي فاتت دي كلها بغسل شعري كل يوم. ودي حاجه ناس كتير بتستغربها، والموضوع مش غريب ابدا. الموضوع لو انت شعرك دهني قوي، انت بتغسلي شعرك كل يوم، اولا عشان ريحته تبقى نظيفه، بيخليه يطول، بيخلي فروه راس صحيه اكتر. لو انت شعرك جاف او وسط، ممكن تغسليه مثلا مرتين في الاسبوع. لو انت شعرك جاف جدا ممكن تغسليه مره واحده في الاسبوع. في ناس بتغسل شعرها كل اسبوعين، بس انا بحس ان لو وصل الموضوع لاسبوعين كتير يعني. بس هو برضو كل واحده على حسب طبيعه شعرها، ما في حد ممكن يقول ده مره كل يوم دي كتير قوي وده غلط يضر الشعر، بالعكس دي الحاجه اللي فرقت معايا. طيب واحده بتغسل شعرها كل يوم، طبيعي جدا ان انا اتوقع ان شعري من تحت يبقى جاف. يعني حتى لو فروه راسي دهنيه، انا شعري من تحت هيبقى جاف. وهنا بقى دور الزيوت. الزيوت عامل مساعد لا اكتر ولا اقل، ودي حاجه انا كنت غافله عنها الاول الحقيقه، بس يعني الواحد بيطور من نفسه، بيطور من الروتين بتاعه. ف تطوير الروتين بتاعي كان اني انا بستخدم الزيوت للترطيب على فروة راسي مرة في الأسبوع، حوالي مثلا ساعة قبل الحمام، مش أكتر من كده. باقي الأيام لو أنا حاسة إن أنا شعري خلاص، يعني أنا غسلته امبارح، أنا هغسله النهاردة، بقوم مملسة على أطراف شعري بالزيت ده. الزيوت دي عبارة عن إيه؟ الزيوت دي أنا اللي عاملاها، ده زيت جوز هند، زيت جوجوبا، زيت اللوز الحلو، وزيت بذور اليقطين، اللي هو عارفين الزيت بتاع اللب اللي هو لونه أخضر ده من جوه، اللب الأبيض. فبستخدم ايه بكميات اكتر؟ الجوجوبا وجوز الهند، لان دي المفروض ان هي زيوت ناقله، يعني خفيفه على الشعر، فهتساعد الزيوت التانية انها تمتص احسن. ليه زيت اليقطين او بذور اليقطين تحفه جدا للتنعيم؟ على فكره الوصفه دي للتنعيم رهيبه رهيبه يا جماعه. يعني بجد لما بحطه على شعري وبغسله، بحس ان شعري كده بعد الحمام بيلمع، بحسه مترطب. يعني زي ما بقولكم، برغم ان انا بغسل شعري بشكل يومي، ريحته تحفه. وبعد كده بستخدم بقى الشامبو والكونديشنر. الشامبو والكونديشنر انا سايبه لكم الحريه الكامله، عشان الناس مثلا اللي هتقول لي لا ده غالي، ده رخيص، ده مقاطعه، ايا يكن استخدموا اللي انتوا عايزينه. وكذلك الليف ان بعد الشعر والسيرم، استخدموا الليف ان والسيرم اللي هيخلي اطراف شعركم مترطبه وكويس. انا بكلمكم في المهم، في الحاجات اللي بتطول وتقل الشعر. والحاجه اللي انا بقى كنت مش متوقعه ان انا اجرؤ ان انا اعملها لشعري، وهي الديرما رولر. الحقيقه ان انا في الاول جربت اللي هي الربع ملي، حسيتها يعني زغزغه، مش حاجه، فقمت مجربه النص ملي دي. الموضوع كله في ايه؟ بس عشان ما افكهاش تتلوث او تتكسر، لان خلي بالك ما تخبطيهاش في حاجه، لان لو السنون اتنت مش هتبقى صالحه للاستخدام تاني. فالمهم يعني بستخدم الديرما رولر، انفكها على فروه الراس كده 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 كده، تمام، بحرف زائد، يعني هتفضلي ماشيه رايح جاي بالظبط. شايفه اللي انا عملته ده كده كده، وبعدين تفرقي شعرك تاني من مكان تاني وتعملي نفس الحاجه ورا ورا شويه، وبعدين تقومي راجعه عامله حرف الزائد تاني، او يعني شكل الزائد في كل فرقه من شعرك. تمام. انت ممكن تلاحظي ايه بقى؟ ممكن تلاحظي ان الشعر فيه شويه تساقط زياده، تساقط خفيف. لو حسيتي التساقط تقيل وقفي، تساقط خفيف زياده ممكن في نفس اليوم، ممكن تاني يوم، ما تقلقيش. دي الشعرايه اللي في مرحله التالوجين
او التيلوجين فيز اللي هو المرحله خلاص اللي الشعريه فيها بتبقى ابتدت تنفصل عن البصيله وتقع عشان خلاص هي يعني عمرها خلص ويطلع بدلها شعرايه جديده. فاكتشفت ان الحركه دي اصلا مره في الاسبوع وشعرك نظيف، ويفضل قبل ما تستخدمي بقى اللي هي الحاجات اللي هي السماد بتاع الشعر اللي هي السبرايز دي او اللوشنز دي او المينوكسيديل، من شعرك نظيف وناشف وبعدها بساعه ساعتين تحطي الحاجات دي عليه. يعني في ناس بتقول على طول، ولكن بتهيألي عشان فروه الراس ما تتهيكش بعدها بساعه او 2. الحركه دي هتحسسكم ان شعركم بيطول بشكل صحي اكتر، في بيبي هير بيطلع احسن، لان هي بتحفز الدوره الدمويه. انت زي ما بتعملي ديرما بين لوشك مثلا، انت المقصود منها ايه؟ ان انت تعملي يعني ايه وخزات دقيقه كده بحيث كل الدم والغذاء يروح للمكان ده، يعمل له هيلينج تاني او يخليه يلتئم تاني، فده يفيد الجلد في المنطقه دي. فلما انا بعمل كده في فروه راسي بصيلات الشعر بتتحفز، الشعر اللي خلاص هيموت بيمشي، الشعر الجديد بيطلع. وطبعا عشان كل ده يجيب افضل نتيجه، ما تبقيش بترمي فلوسك في الارض او بتضيعي وقت ومجهود على الفاضي، ان انت تعملي تحاليل. روحي الدكتور يكتب لك تحاليل تعمليها وتشوفي هل مثلا الحديد ناقص، هل الزنك ناقص، لو فيتامين دي ناقص، لو فيتامين سي ناقص، اللي هي الحاجات اللي ممكن هي تأثر على الشعر. طب انا عموما كنت بستخدم ايه في الفترة دي؟ كنت بستخدم سنتروم عادي اللي هو مكملات غذائية عادية، وكنت بستخدم زنك، وكنت بستخدم بي كومبلكس اللي هي اللزقات اللي بتبقى على اللسان، لان هي بتمتص للدم اسرع، والراس مش بتمتص في الجسم اسرع او مش بتمتص في الجسم بشكل كويس. فبدل الحقن وجع القلب ده اللزقات دي بتكون كويسه. طبعا لو انت محتاجه حاجات تانية الدكتور ممكن يكتب لك العناصر الناقصه من جسمك كمكملات غذائيه. طبعا تهتمي باكلك، تهتمي بنوعيه اكلك، بالحاجات اللي فيها حديد، بالحاجات اقعدي كده اعملي سيرش ايه الحاجات اللي فيها حديد وكليها، ايه الحاجات اللي فيها الياف صحيه وكليها، ايه الحاجات اللي فيها فيتامينات ومعادن مهمه لجسمك وكليها. ما تعتمديش على الاكل السريع وترجعي تقولي انا شعري بيقع او بشرتي تعبانه او عندي حبوب او كده، لان صدقيني الفيول اللي انت بتدخليه جسمك او البنزين ده اللي انت بتدخليه جسمك هو اللي هينعكس على صحتك وبشرتك وشعرك. اتمنى ان اكون جاوبتكم على السؤال، واتمنى ان كل بنت هتستخدم الروتين ده يجيب معاها افضل نتيجه يا رب ان شاء الله. وبس كده، يا رب اكون فدتكم. عندكم اي سؤال اسالوه لي في التعليقات. بحبكم قوي قوي قوي. باي باي.